بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك يا رب لي وللجميع. ما شاء الله يا جماعه، الذكر المدبس في اسود ده ابن الانجليزي ما شاء الله، الكبير المدبس في اسود. ترى دي تبقى اخته برضه بنت المدبس في اسود، بس الام مختلفه. الاتنين ما شاء الله اخوات الانجليزي الاسود اللي نزل من كام يوم. وده ما شاء الله اخوهم برضه، ده اخو المدبس اللي انا عرضته دلوقتي، اخوه نفس العش ما شاء الله. ده يعني ايه لعبه مش قوي، انما اخوه المدبس ما شاء الله جامد قوي في اللعب. بس هنبص على فرخهم بقى ما شاء الله عامل ايه، يعني هو الايه ما شاء الله الاصيل اصيل. حتى لو الفرد ما لعبش معاك قوي، بس الاصول ما شاء الله من فوق جامده، اصول كويسه، ففرخه هيبقى محترم. هنبص على اولادهم كده. دول ما شاء الله ولاد الايه، ولاد القص الابيض المدبس والطير اخته اللي معاه. فعشان الدم قرب قوي الاتنين اخوات، جابوا الفردة دي بص مفشكة خالص، يعني رجليها مش عارفة تقف، حتى من يوم ما طلعت وهي في الطاجن وهي قاعدة كده، فيها لعب ما شاء الله محترم. اما دي بقى بنت الايه، بنت الذكر التاني ما شاء الله، اللي هو الازرق ما شاء الله، برضو كانت بتطير بقى لها يومين وبدأت تقعد وتلعب. فنبص عليها كده نشوف مستواها هيبقى عامل ايه. الفردة ما شاء الله يا جماعة رسمتها جميلة، خطين فيها واضحين اهو ما شاء الله، وهيبقى فيها لعب كويس قوي. هي بتقعد ما شاء الله كده بقالها يومين اهي. بسم الله، شايفين يعني حتى ابوها ما شاء الله مش قوي، بس الدم ما شاء الله معروف، الدم والاصول معروفه، فما شاء الله يفرخوا ايه، حمامه محترمه ما شاء الله. ربنا يبارك لكل واحد في حلال. بص كده الفرد الاسود ده لسه برضه قاعد في الارضيه كده بقاله يومين، انما دي بتلعب من زمان اهي. بص عليها كده، تبقى قنبله من القنابل اللي على الارض، بس المشكله ان لها رجل ايه حتى طالع فيها جدر ايه. بسم الله، عارف ان هي هتبقى قنبله، بس لها رجل بايظه خالص. يوم ما طلعت من تحت الاهالي وهي اصلا ما بتقفش. أول مرة أخرجها يعني برا على أرض السطح، نايمة تحت البوكس جوه. خلاص يلا.